دايما لما اجي اقليها في الزيت تفك او تكش وتشقق مني. دي كل المشاكل اللي بتواجهنا في كفتة الرز. انسي بقى كل ده، وكمان مش هخليكي تروحي لاي جزار وتتعبي، هتعمليها في بيتك من الالف الى الياء بطريقه موفره واقتصاديه. املي بيها تلاجتك وكمان فرزي، وهنطبخها مع بعض ان شاء الله. جربوها وتعجبكم. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي. عندي نص كيلو من اللحمه، انا مستخدمه الكندوز، يفضل نسبه الدهون ما تكونش عاليه فيه عشان الكفته ما تفكش. كزبره على بقدونس على شبت، كله على بعض رابطه ما تكونش كبيره، غسلاها ومصفيها وخدت الورق بس بدون العيدان، مش من كل حاجه رابطه يا جماعه، لا هو كله على بعض رابطه. بصلايه متوسطه، نص راس توم او معلقه كبيره من الثوم المفروم لو مفرزه. وادي الرز طحناه في البيت، هقول لكم ازاي. والبهارات ليا تكه بعملها، بجهز المبشره، ابشر في الاول البصله واخليها ناعمه جدا عشان ما تاخدش معايا وقت في الكبه، لان بحس ان الكبه ما بتفرمش الحاجه برضو ناعم قوي. نزلت بيه المبشره مع الخضره والثوم، لو هتضيفيه صحيح برضو يفضل اهرسيه بالهراسه او دقيه بالهون لو متوفر. ملح وكمون وكزبره ناشفه مطحونه وبابريكا وبهارات لحمه او بهارات مشكله، الاثنين ينفعوا. وفلفل اسود كله على بعض معلقه صغيره ممسوحه، ما عدا الفلفل الاسود نص معلقه صغيره. المقدار ده بيكون مظبوط. حسيتي ان الكبه معصلجه معاكي، هتضيفي معلقتين بالعدد من الميه عشان انا عاوزه الخضره تنعم. نزلت بالكميه كلها، وعندي رز هنا غسلاه من قبلها بليله وفرداه على فوطه مطبخ نظيفه في مكان هاوي نشف معايا تماما. هطحنه في مطحنه الخلاط وانخله واعاير كوبايتين. طب انا هشتغل بالميزان يا رضوى، هيكون 375 جرام من الرز المطحون على نص كيلو لحمه. عجنتها كويس وهبدا اجهز الكبه، وده بديل المفرمه بتاعه الجزار. واصمغها كده في الكبه، اديها لفه ولا اتنين مهم جدا، واسيبها ترتاح قبل التشكيل نص ساعه. ما ينفعش اشكلها على طول عشان حبيبات الرز تطرى ما تكونش باينه في الاكل. هبدا اجهز بوله جنبي، واصبع بقى الحجم اللي تحبوه، ينفع اصابع كرات. ما شاء الله هنعمل من نص كيلو لحمه كميه كبيره. طبعا هي اصل الوصفه بتتعمل بلحمه جملي، لكن في ناس كتير ما بتحبهاش او مش متوفره عند ناس كتير، فمش هنقول لا باللحمه الكندوز. شايفين ما شاء الله عملنا كميه حلوه. هنبدا بقى نجهز الطاسه ونقليه. في ناس كتير بتحب تعمل مقدار اللحمه نص رز، يعني كيلو لحمه يكون نص كيلو رز قصاده، بتكون جميلة برضو. بس في ظل الغلاء اللي احنا فيه يا جماعة وسعر اللحمة الغريب ده، فالمقدار ده خدوه مني وانتم مغمضين، تحفة. وهيعمل معاكي كمية حلوة، وينفع تفرزي كمان بعد القلي في رمضان، تنفعك جدا او غير رمضان. شايفين ولا كشت ولا اي حاجة، زي ما هي، ولا شققت ولا كل المشاكل دي. هبدأ بقى اجهز مصفى جنبي واقليها واصفي الكمية كلها. دلوقتي بقى هنطبخها مع بعض بطريقه سهله جدا. طاسه فيها زيت على معلقه سمنه بلدي، قطعت بصلايه كده كبيره او اتنين وسط بالسكينه، التقطيعه الخشنه، لو هتفرميها في الكبه يكون فرم خشن. نزلت بالبصل، هبدا اشوحه لحد ما خد اللون الذهبي. نزلت بفصين كبار من الثوم المفرومين، ما نزودش اللي احنا اوريدي حاطين توم في الكفته، انا بس عاوزه اخد التست منه. قرن فلفل حار مع معلقه كبيره من الصلصه، شوحت كل الجمال ده ونزلت بعصير الطماطم. ادي بقى البهارات هي اللي ضفتها على الكفته. في الاخر بس هضيف رشه سكر، اوعى تنسوها عشان اضيع حموضه الصلصه. على نار بقى هاديه، واسيبها تتسبك كده براحتها، ونكون مجهزين مكعبات البطاطس بالكميه اللي تحبيها. انا قطعت حوالي 4 حبات من البطاطس، بس مكعبات ما تكونش رفيعه، تكون سميكه شويه. وقلبي بقى كل الجمال ده، ونجهز الميه السخنه من الكتل او من حله من براد اللي عندك، وننزل بالميه السخنه يا دوبك تغطي الوجه. الميه بضيفها بالتدريج، يعني ممكن احتاج كوبايه تانية ولا حاجه على حسب ما البطاطس تستوي معاكي. ما تزوديش كميه كبيره عشان الصوص ما يكونش خفيف وتلاقي البطاطس اتهرت منك. سيبيها بقى تستوي على نار هاديه وغطي عليها، وجهزي شويه رز بشعريه وشويه سلطه خضراء. احلى اكله ممكن تاكلوها. مين فينا ما بيحبش كفته الرز؟ ده احنا لما نيجي نحمرها، اما ماما كانت بتعملها كنت بخطفها كده وهي ناشفه. طبعا هي مطبوخه بتكون جميله واقتصاديه وتعمل معاكي كميه حلوه، وفرزي منها يا ستي زي ما انت عاوزه. وزي ما قلت لك خدي مني المقدار ده وادعي لي، تحفه. شايفين ولا فكت ولا اي حاجه، والبطاطس خطيره ما اتهرتش. كل الوصفة على بعضها كده مظبوطة 10/10. النهاردة عملتها معاكم من الألف إلى الياء، مش محتاجة تروحي أبدا عند جزار، وكمان باللحمة الكندوز. طريقة التقديم دي برضو جديدة وحلوة. لو عندك عزومة تضيفي البولة كده او الطبق قدام كل فرد من افراد العزومه او اسرتك، بتكون حلوه قوي. وانزلي بقى بالكفته مع رز بالشعريه طبعا، احلى حاجه، او الرز الابيض. وبالف هنا. جربوها على طريقتي بجد هتعجبكم جدا. مستنيه رايكم فيها، وتنسوا اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، وكمان الاشتراك في قناتي على اليوتيوب. وطبعا قبل ما اختم لازم ادوق. شايفين البطاطس والكفته ليها القطمه الجميله، ولا مهريه ولا حاجه، خطيره. وكانت بقى ريحتها ما اقولكوش. شايفين بقى الرز، زي ما قلت لك، سلطة خضراء، مخلل، شوية لفت، حاجة كده عظمة. أكلة بسيطة وسهلة كلنا بنحبها. يلا بقى جربوها.
ان شاء الله متأكدة هتعجبكم جدا جدا. القاكم في فيديو جديد، اوعوا تنسوا الدعوة الحلوة، والسلام عليكم.